ونستهله من القضية الصحراوية، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري مراد مدلسي مجددا الأحد بالرباط أنه لا ينبغي طرح قضية الصحراء الغربية على الصعيد الثنائي بين الجزائر والمغرب، وإنما على مستوى منظمة الأمم المتحدة. صرح وزير الخارجية مراد مدلسي خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزراء الشؤون الخارجية لاتحاد المغرب العربي أنه لا ينبغي طرح مسألة الصحراء الغربية على الصعيد الثنائي بين الجزائر والمغرب، لأنها تتواجد على مستوى الأمم المتحدة، كما أن الزيارة الأخيرة لوزير الشؤون الخارجية المغربي إلى الجزائر منذ 1.5 سنة كانت قائمة على هذا الاتفاق. هذا وأكد عقب أشغال الدورة 31 لمجلس وزراء الشؤون الخارجية لاتحاد المغرب العربي أن الجزائر والمغرب تربطهما نفس الطموحات ضمن علاقاتهما الثنائية، معربا عن أمله في أن تتطور هذه العلاقات بشكل إيجابي وسريع حتى تصبح طبيعية، وذلك في كل المجالات مهما كانت المشاكل التي يواجهها البلدان. واعتبر أنه من الضروري إرساء مناخ ملائم لا سيما من خلال الصحافة للتقدم في الاتجاه الصائب. وفي رده على سؤال حول رد فعل الجزائر فيما يخص تصريحات أدلى بها مسؤول سياسي مغربي، تساءل رئيس الدبلوماسية الجزائرية هل يمكن قبول تصريحات يقوم بها بعض الإخوة من المغرب حول أشياء تجاوزها الزمن وتمت تسويتها منذ مدة. كلام مدلسي يأتي ردا على التصريحات المستهجنة للأمين العام لحزب الاستقلال المغربي حميد شباط العضو في الحكومة المغربية. وبخصوص إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين، أكد السيد مدلسي أن هذه المسألة تعد منذ زمن طويل محل دراسة، ولكن ليست مدرجة في جدول أعمال أشغال اتحاد المغرب العربي.